الفخارة دي طلعت فظيعة، تستاهل الفلوس اللي بتدفع فيها في المحلات، بس للأسف احنا معناش فلوس ندفع ده كله. فأنا قررت أعملها وأحلى من اللي بتتقدم في أفخم المطاعم كمان. جمالها ما وردش ولا هيورد، وهنشوف مع بعض هنقدم جنبها ايه كمان. يعني خدوا فكرة واعملوا الأكل ده بكرة. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا حله حطيتها على النار، ولازم اسيب الحله بتاعتي تسخن كويس جدا جدا جدا. بعد كده ضفت شويه زيت كويسين، وكمان معلقه كبيره من السمنه. دي الدهون اللي هستخدمها للوصفه كلها، وطبعا الزيت هيساعد ان الرز بتاعي يكون مفلفل وجميل. بعد كده انزل باللحمه بتاعتي، ولازم اديها صدمه معتبره علشان احبس كل العصاره والسوائل بتاعت اللحمه بتاعتي دي، واخد كل الفايده منها بالشكل ده. وعشان كمان احمر اللحمة بتاعتي واخد منها اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. تمام، شايفين ما شاء الله، بقلبها من كل الجوانب علشان تاخد اللون الحلو ده. هجيبهم بقى على جنب شوية وابدأ اخرط بصلاية كبيرة. بصلاية كبيرة يا جماعة، وخرطوها خشن، بتكون تحفة جدا. هقلب البصلاية بتاعتي كده، وبعد كده هشوح ايه كمان، هشوح مع الكلام ده كله ورق لوري. تمام، وهنزل بقى كمان بجزراية كبيرة مبشورة. عايزه اقول لكم الريحه هنا قلبة الدنيا ما شاء الله. بصوا بقى، هاخد كده حته من قرن فلفل شطه، هيدي نكهه حلوه. الشطه بتدي بصراحه نكهه احلى، ومش هتخليها سبايسي قوي ولا اي حاجه. وكمان نزلت بطماطمايه كبيره قطعتها مكعبات، وكمان معلقه من هريسه الفلفل اللي احنا عملناها مع بعض. وهحط معلقتين من معجون الطماطم علشان ده اللي كمان هيديني اللون الجميل. عايزه اقول لكم ما تنسوش ولا حاجه من اللي احنا حطيناها دي، ما شاء الله الوصفه طالعه جباره. اخر حاجه بضيف التوابل بتاعتي ما عدا الملح. طب ايه هي التوابل؟ عباره عن معلقه صغيره من كل حاجه: فلفل اسمر، كزبره ناشفه، وقرفه، وكركم، وبابريكا، و4 فصوص من الحبهان. لو عايزه تاكلي فخاره المندي باللحمه زي ما بتشوفيها بره كده بالظبط، اتبعي الخطوات ونفس التوابل. وكده كده حاطه من كل حاجه معلقه صغيره، فالتوابل مش هتكون كتيره، وهيطلع الوصفه ما شاء الله جميله. وخدي بالك النكهات دي هتتوزع على الرز بتاعي وكل حاجه. تمام، ركزوا بقى معايا حبيباتي في الخطوه دي كويس جدا. انا هنا بنزل بميه سخنه بتغلي، ما ينفعش خالص ان انا انزل بميه بارده. اللحمه بتاعتك هتبقى زي الكاوتش، واللحمه بتاعتك هتاخد وقت كبير جدا في السوى، فضروري لازم ننزل بميه سخنه بتغلي. ومقدار الميه لازم يكون بسوى اللحمه بتاعتك، يعني ما تزوديش ميه قوي، لان كده ده المقدار مظبوط ان شاء الله. هنا بقى خدي بالك من التسويه. هنغطي الحلة بتاعتنا ونحطها على نار هادية أو متوسطة، وهتقعد معانا من نص ساعة لساعة إلا ربع علشان تاخد 3/4 سوا. طبعا ده يرجع لنوع اللحمة بتاعتك، بس زي ما قلتلك الموضوع مش هياخد منك غير من نص ساعة لساعة إلا ربع علشان نتأكد إن اللحمة خدت أغلبية السوا بتاعها. وهأكد عليكم تاني، احنا ما ضفناش الملح غير في الآخر، يعني بعد ما اللحمة بتاعتنا خلاص طفينا عليها ضفنا بقى الملح بتاعنا. ما ينفعش خالص نضيف الملح في الأول علشان ما يبطئش عملية السوا للحمة. تمام، عايزة اقولك كمان اني بحط الملح اللي يحدق معايا الوصفة كلها، يعني يحدق معايا الرز وكل حاجة. بصوا بقى ركزوا، انا اول حاجة خدت قطع اللحمة ونزلتها في الفخارة بتاعتي، بعد كده نزلت بالرز، واخر حاجة بقى السوايل والبهاريز الجميلة اللي اللحمة استوت فيها ما شاء الله. دي عايزة اقول لكم بقى ان السر كله وسر الخلطة كله في الكلام ده. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة سكر، الله أكبر. بصوا هنا بحاول أخلي كل حاجة تاخد راحتها، وبنزل كل حاجة لتحت، بهز الفخارة بتاعتي كويس قوي علشان السوائل تنزل لتحت كويس. بفضل أهزها وأقلب كده بحاجة رفيعة بحيث كل حاجة تاخد راحتها في الفخارة. وأهم حاجة يكون في مساحة في الفخارة علشان طبعا الرز بتاعنا بيزيد قوي. تعالوا بقى نتكلم عن تسوية الفخارة بتاعتنا هتكون ازاي. الفخارة بتاعتي لازم تستوي في الفرن علشان تديكي نتيجة حلوة، بس انا قبل ما ادخلها الفرن حطيتها على عين البوتاجاز. بس اهم حاجة تحطي تحتها حامل او شياطة، وتحطيها على عين البوتاجاز لمدة 10 دقايق بس على نار متوسطة. هتسخن معاكي وتشتغل معاكي على طول. بعد كده تنزليها في فرن البوتاجاز على القاع، يعني على صاجة الفرن من تحت خالص. ما تقلقيش عليها، طلعت معايا عسل. اهم حاجة بقى درجة الفرن عندك تكون هادية، يعني اول 10 دقايق على عين البوتاجاز عشان تشتغل كده وتنجز معاكي. وبعد كده ننزلها في قاع الفرن على درجة حرارة هادية، وهتاخد معاكي بالظبط ساعة
وطلعيها من الفرن وشوفي بقى الجمال. وسع بقى على الجمال والحلاوة اللي نازلة من الفخارة. الفخارة دي بتطلع حلويات ما شاء الله، حاجة كده تحسي انها مقمورة كده في نفسها وسواها زي الشيفات المحترفين، وكمان تستاهل بقى لايك من ايديك الحلوين. تعالوا بقى نشوف قدمنا الاكل ازاي مع بعض، بس اهم حاجة ما تنسوش بقى اللايك الجميل من ايديكم وشير كتير عشان الكل يستفاد. احنا عملنا صينية الرقاق الطري، احنا عاملين الرقاق الطري مع بعض في فيديو، وعملنا كمان كل الاكلات دي في فيديو العزومة اللي نزل من قريب على القناة. يا رب تكونوا استفدتم، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وبألف هنا وشفا